اللاعبين بدنيا وفنيا بالشكل الأمثل من خلال سلسلة من المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال فترة الإعداد، ويطمح في أن يكون ظهوره الرسمي الأول على قدر تطلعات الجماهير. شدد في اجتماعاته مع اللاعبين على أهمية تحقيق الفوز في بداية المشوار، لأن البدايات القوية كثيرا ما تصنع الفارق في مشوار المنافسة على اللقب. وطالب فيريرا لاعبيه بضرورة استغلال الفرص أمام مرمى سيراميكا كليوباترا وعدم التهاون أو التسرع في إنهاء الهجمات، مؤكدا أن تسجيل هدف مبكر سيكون مفتاح السيطرة على اللقاء. كما شدد على أهمية الانضباط التكتيكي والالتزام مع الالتزام بالخطة طوال ال90 دقيقة، محذرا من خطورة لاعبي سيراميكا كليوباترا في الثلث الهجومي، وخصوصا مع امتلاكهم السرعة والمهارة. تشكيل الزمالك لمباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى لبطولة الدوري: في حراسة المرمى محمد صبحي، في خط الدفاع عمر جابر وحسام عبد المجيد والونش ومحمود بنتاج في الباك الشمال، وفي خط الوسط نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر، وفي خط الهجوم شيكوبانزا وناصر منسي وعدي الدباغ. هل الزمالك هيقدر يحقق فوز على نادي سيراميكا كليوباترا بعد ضم صفقات قوية من نادي سيراميكا كليوباترا وضم الزمالك أيضا صفقات قوية؟ توقعك لنتيجة